موضوع النهارده ناس كتير قوي طلبت مني ان انا اتكلم عنه. طبعا محدش طلب مني حاجه، انا لقيت اليوتيوبرز بيعملوا كده فقلت اعمل زيهم يمكن احس باي اهميه وخلاص. فمن غير كلام كتير اعمل لك خربوش شاي عشان اقول كلام يودي في داهيه بعد الانترو. كل واحد فينا عنده عيلتين، عيله اتولد واتربى وسطهم ودول ناس زي الفل مالناش اي دعوه بيهم في الفيديو ده. العيله التانيه بقى هم الناس اللي في الشغل، الناس دي بتقضي معاهم 8 ساعات يوميا على الاقل، بناكل سوا، بنخرج سوا، بنتقدر سوا، بنخزق بعض، الحاجات اللطيفه اللي موجوده في اي شركه دي. احنا بقى هناخد افراد العيله الجميله دي ونطلعهم سوا مع بعض على المسرح، وانا متاكد انك هتلاقي نصهم على الاقل عندك في الشركه، ده ان ما كنتش انت اصلا واحد منهم. فيرغي بقى وندخل في الموضوع. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. رحبوا معايا باول شخصيه، الرجل البرزنتيشن. بغض النظر عن اسمه وتخصصه، هو كده جاي هنا عشان يبقى الرجل البرزنتيشن. ده واحد ما بيعملش اي حاجه في حياته غير انه يعمل برزنتيشنز ويتكلم انجليزي. لا ومش اي انجليزي، لازم حسوكيشن، كل كلامه فيه ايشن، برزنتيشن، انفليشن، بروكراستينيشن، يوتيلايزيشن. في ايه يا معلم؟ لا بجد في ايه؟ انت فاكر نفسك بتلعب في مركز شباب ليفربول؟ ده انت في الحطابه يالا. فوق يا معلم وشوف شغلك وبطل مرقعيشن. تاني شخصيه معانا هو الشيف حسن، وزير التموين بتاع الشركه. اضرب ابلكيشنز الاكل كلها في خلاط وحطها صفر على شمال الراجل ده، راجل او ست يعني عشان ابقى بوليتيكالي كوريكت. الراجل ده لحم كتفنا من خيره، لا بجد مش افيه. الراجل ده متعهد كل ما هو اكل في الشركه، بيجمع الاوردر ويطلبه ويلم الحساب بكل احترافيه. عارف ايه المطاعم الجامده وايه المطاعم الاوفر ريتد، قاطع على كل الاوفرات اللي في كل المطاعم اللي حوالين الشركه. تلاقيه اول الشهر بيقول لك يلا بيتزا سي رانش من بريموز، بس من اول نص الشهر لحد ما نقبض تاني بيوبتمايز ترشيحاته، بحيث تبقى العظمى كبده الشرقاوي واي شاورمات، والصغرى فول وكشري مع الطبقات الكادحه. ليه كاريزما وهو بيطلب الاوردر، تحسه كده انه عادل امام في الارهاب والكباب. كباب وكفته، كباب كتير وكفته قليله، خالد ده السلطات قوطه وطحينه وبابا غنوج. يا اخي ده احنا لو هناكل تونه وشيبسي عارف هيطلب قد ايه بالظبط. 17 واحد هيفطر يبقى 6 اكياس شيبسي و50 رغيف و9 علب تونه. شايف انت 9 مش 10. التفاصيل يا جماعه. الراجل ده طالع معانا على المسرح الحلقه دي اصلا عشان يتكرم مش على سبيل التريقه. الشخصيه الثالثه بقى هند مناسبات، دي بتمشي في الشركه تسقط جليتر حواليها كده، ادمن كل جروبات اعياد الميلاد في الشركه. دي بتبقى مسؤوله لم الفلوس لاي مناسبه بتحصل في الشركه. عمرو بقول لك ايه، بنلم فلوس عشان عيد ميلاد مي معانا ولا ايه؟ اسراء بقول لك ايه، ناجي جاب بنوته زي القمر وبنلم فلوس عشان نديها له، ها معانا؟ ودي يا معلم ما ينفعش نزعلها. ان هند مناسبات تبقى راضيه عنك ده بالظبط زي ان امك تبقى راضيه عنك. عايز تزعلها وما تدفعش، زعلها، جرب كده زعلها، هتلاقي عيد ميلادك جه ومحدش حتى قال لك كان يوم اسود يوم ما جه. كل الناس جات لها هدايا وتورته وبتاع، وانت حتى مش هتتعزم على اعياد ميلاد غيرك. ففكر شويه قبل ما تزعل هند مناسبات، واعتبر الفلوس اللي انت بتديها لها دي استثمار بتشتري فيه وضعك الاجتماعي جوه الشركه. الشخصيه الرابعه معانا النهارده هو راشد كوهين، الشخص اللي عارف كل حاجه، كاريزما، رجل مخابراتي مخضرم. واسم الحقيقي دانيال. الشخص ده عارف كل حاجه في الشركه، مين هيترقى، مين هيترفد، السالري نازل امتى، عارف مين اللي مخزوق خلود عند فاروق وايه مصلحته من الخازوق ده، وعارف ازاي يصلح الخازوق. بس هو مش هيعمل كده. مخابرات بقى، كاريزما. نصيحه مني حاول تصاحبه، واوعى تساله بيجيب معلوماته منين، انت كده بتطعنه في كاريزمته. مفيش راجل مخابرات شاطر بيحب يقول مصادره. الشخصيه الخامسه بقى الفاشونيستا، هادية غالب انفلونسر فاشن ترافل انتربرينورشيب، ملكه الموضه وادمن جروب البنات في الشركه، متعهده اوردرات شي ان، شنطتها عباره عن بيوتي صالون متنقل، ودايما بتبقى انتيمه هند مناسبات. وده لانها بتشارك في اختيار الهدايا، وهي اللي بتنزل ستوريز اعياد الميلاد على الانستجرام. بتلاقيها دايما الواناتها مختلفه، شوف الواناتها مش الوانها، انها كيوت برضه وتحب تدلع الكلام. دي راس مالها اكونت الانستجرام بتاعها، دايما لابسه كويس وكل قطعه من الاوتفيت بتاعها من براند شكل. ودي بتبقى حاجه من الاتنين مالهمش تالت، يا اما هي اصلا من اسره غنيه وجايه الشغل كده رفاهيه، يا اما هي مهدده بالحبس في اي لحظه لان كل فلوسها رايحه على الاونلاين شوبينج. ندخل بقى على الشخصيه الجامده، مش السادسه لا الجامده. رحبوا معايا بالدن، محدش يعرف اسمه الحقيقه بس كلنا بنقول له الدن وبنقولها كده اهو. الدن ده مش محتاج شرح بقى عشان ده اروش من بلدك، ما بيضحكش في الصور، بيتصور كده اهو. النضاره دي جزء من شخصيته، بيدخل الشركه ما بيقلعهاش غير لما كل الناس تشوفه بيها، مختلف. دايما بيلبس تيشيرتات غريبه على سويت بانس مش شروال، بيسمع راب واندر جراوند بس، رن تليفونه اصلا روشه، وكده كده اي حاجه انت عملتها هو عملها قبلك واجمد. كده 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 هو اصلا جاي الشركه عشان يحط عليك وعلى اي حد، فما تحاولش يا معلم كان غيرك اشطر. اخر شخصيه معانا هو الرجل الغراب،
العصفوره يعني، بس العصفوره كائن طيب، فاحنا مش هنقول على الشخص ده العصفوره، احنا هنقول عليه الغراب. زمان الناس لما كانت بتشوف غراب اصلا ده بيبقى معناه ان في كائن بيطلع في الروح، والغراب ده جاي عشان يسترزق. اهو ده نفس الكلام، بيقعد يحوم حواليك عشان يطلع منك اي معلومه يروح ينقلها للمدير. هو بيبقى عامل نفسه حمامه سلام، هو عامل فيها صاحبك عشان يخليك تحكي اي حاجه تتمسك عليك ويروح ياخد بيها بونص عند المدير. هو اصلا ما بتشوفوش في الشركه الا في وجود المدير، يعني لو المدير اجازه ده كمان اجازه، لو المدير مشي ده بيلم حاجته وياخد بعضه ويمشي وراه. هو اصلا محدش عارف هو بيشتغل ايه، هو ليه كرسي ولابتوب زيك بالظبط بس ما بيعملش بيهم اي حاجه، هو اساسا بيقبض عشان ينقل اخبار الناس كلها للمدير. ده لا تصاحبه ولا تعاديه، استخدمه. شوف انت عايز توصل للمدير ايه واعمل نفسك قال يا حرام وقعت بالكلام وانت بتتكلم معاه. النتيجه دي مضمونه 100%، كانك بعت ميل للمدير بالظبط باللي انت عايز تقوله. طبعا في شخصيات كتير ما جبناش سيرتها، اولا عشان وقت الحلقه ما يسمحش، ثانيا في شخصيات ما ينفعش نخبط فيها، انا راجل عندي مسؤوليات ومش حمل نقعد من غير شغل، فمعلش عديها معايا المره دي. ملحوظه اخيره بس، الفيديو للهزار يا جماعه، ها، فما حدش ياخد الكلام على نفسه ولا يتقمص. ها انا اكدت اهو. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، وادعي لي صحابي ما يقفشوش عليا لما يشوفوا الحلقه دي، واشوفكم الحلقه الجايه لو ما اترفدتش. سلام.